ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حلويات حلوه، بس الحلوه دي اسمها الكلاجة بالعراقي. معانا 2 كيلو دقيق وكوبايه ونص ميه دافيه ومعلقه خميره فوريه. هنحطهم مع حبايه لبن لمده 5 دقايق ونحركهم ويخمروا ويبقى بالشكل ده. معانا 600 جرام سمنه، يعني نص كيلو سمنه، ومعلقه ملح. دي مكونات العجينه. معانا مكونات الحشوة بتاعت الكلاجة: حبهان مطحون، سكر عادي، جوز مبشور، جوز هند، تمر او بلح عجوة. في الطبق اللي فيه الجوز المبشور هنضيف عليه 3 معالق سكر ومعلقة حبهان، ونفس الشيء هنحطه على جوز الهند، 3 معالق سكر ومعلقة حبهان. وهنا هنعجن عجينة الكلاجة. هنضيف معلقة حبهان مطحونة على الدقيق، وبعدين هنضيف الخميرة اللي هي خمرة دي، هنضيف السمنة، مننساش نضيف الملح على الدقيق، وهنبتدي نعجن كله مع بعض. وهنا عجننا العجينة زي ما انتوا شايفين كده، وهنتركها لمدة ساعة حتى تخمر ونغطيها بورق نايلون. وهنا بقى هنحضر الحشوة. هنجيب ورق نايلون ونفرد عليه التمر اللي هو البلح العجوة، ونخليه طبقة رقيقة كده. وبعد ما خمرت العجينة هنجيبها ونفردها بالنشابة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما فردنا العجينة هنجيب التمر او البلح العجوة وهنفرده على العجينة. وهنا بعد ما عملنا العجينة وفردناها وفردنا العجوة عليها، رشينا حبهان وهنلفها زي رول. هنا بعد ما لفيناها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي هنقطعها نصين، وبعدين هنقفلها كده اهو زي ما انتوا شايفين، وبعد كده نلفها تاني، وبعدين هنطبطب عليها كده بالنشابة ونقطعها. وبعد كده قطعناها في الصواني زي ما انتوا شايفين كده، هي جاهزة كده تدخل الفرن. احنا هنا قسمنا العجين نصين، النص الاول قسمناه عملناه بالعجوة اللي هو التمر، الجزء الثاني هنحشيه بالجوز زي ما انتوا شايفين كده. وهنا قطعنا العجينة كور صغيرة زي ما انتوا شايفين كده هو، وفردناها بيدنا كده وخطينا فيها الجوز، وهنحطها في القطاعات ونقفل عليها. وده شكلها النهائي وهي جاهزة تدخل الفرن. طبعا يا حبايبي لازم اكون مشغله الفرن قبليها على 180، وبعد كده احط الصواني واخليها تطيب، وبعد كده اطلعها. هنا الكلاجة طابت زي ما انتوا شايفين، وهطلعها من الفرن وهسيبها 5 دقايق لحد لما تبرد. وده الشكل النهائي للكلاجة، وشكلها حلو وطعمها حلو. وشكرا لحبيبة قلبي، ربنا يخليها يا رب، ما تحرمش منها ابدا ابدا، وتعيش وتعملها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا. Thank you.